بيبدأ فيلمنا مع شاب اسمه جي ار، وهو في طريقه للسجن في عربية الترحيلات. ولما بيوصل للسجن الحراس بيفتشوه علشان يتأكدوا انه خالي من اي اسلحة، وبعدها خدوا كل متعلقاته الشخصية وحرزوها في كيس بلاستيك علشان ياخدها بعد ما يقضي مدته جوه السجن. وبيسألوا الحراس لو كان دخل السجن قبل كده، فبيقول لهم لا، وبيكونوا عاوزين يعرفوا لو عنده اعداء جوه السجن علشان يحجزوه بعيد عنهم حفاظا على حياته. فبيقول لهم لا برضه، وبيبداوا يجهزوه لحياته الجديده جوه السجن. واثناء ما كان في طريقه للزنزانه بيشوف في صاله السجن مجرم مشهور اسمه براندن، وبيفضل يبصله بتركيز شديد. وبيتم حجز جي ار مع شاب متوحد اسمه بين، بيكون رافض التعامل مع اي حد وبيحب يبقى لوحده دايما، وبيبدا يمارس شغله جوه السجن. وكل ما بيشوف براندن في حته بيفضل مركز معاه كانه عايز يروح يكلمه. والست المسؤوله عن حلاقه الشعر بتحلق لجي ار شعره. ومع الوقت بيبدأ جي ار يتأقلم مع حياته الجديدة. وفي يوم بيكون قاعد في صالة السجن وبيشوف عصابة مكونة من 3 مجرمين، وهم رايحين ياخدوا بين غصب عنه علشان يتعدوا عليه. فبيكون هيروحوا وراه علشان ينقذوا منهم، لكنه بيشوف بريندن وهو قاعد يلعب شطرنج مع اصحابه بطريقة غير صحيحة. فبيروح يحذره وبيعرفه ان صاحبه هيهزمه لو استمر في اللعب بالطريقة دي. ووقتها بريندن بيسمح له انه يلعب قصاده على امل يفهمه الطريقة بتاعته، وفعلا بيطلع هو اللي صح. وبريندن بيعجب بتفكيره وبيسأله هو ليه بيفضل باصص له كتير. فبيقول له جي ار انه قرأ عنه قبل كده وعارف انه شخص مشهور في عالم الاجرام. فبيطلب منه براندن انه ما يفكرش فيه كشخص مشهور، لانهم كلهم في السجن ولا حاجة، كلهم زي بعض. وفي الزنزانة بيشوف جي ار زميله بين وهو بيصنع سلاح حاد، فبيحاول انه يتدخل ويعرف منه بيعمل كده ليه، لكن بين بيرفض يعرفه. وتاني يوم في صالة السجن بيشوفهم وهم رايحين يتعدوا عليه تاني، وقبل ما يوصلوا لمكانه بيقوم رايح هو ضربه وعامل معاه خناقة علشان يجذب الحراس ليهم والعصابة تبعد عنهم. وفعلا خطته بتنجح، وبراندن بيكون شايفه وبيعجب جدا بذكائه. وتاني يوم براندن بيقابله في الحوش بتاع السجن وبيطلب منه ما يتدخلش في حياة الناس اللي هنا، لانه كده ممكن يسبب مشاكل لنفسه. بعدها بيسيبه وبيروح يقعد مع اصحابه، وبيشوف جي ار العصابة وهي بتضايق بين، لكنه ما بيتدخلش المرة دي. ولما بيرجعوا للزنزانة بيسمع جي ار صوت بين وهو بينازع في ركن من اركان الزنزانة. ولما بيروح له بيلاقيه طاعن نفسه في رقبته بالسلاح الحاد اللي صنعه قبل كده. فبيضرب جرس الطوارئ بسرعة وبيطلب له دكتور. وبيوصل الدكتور وبيحاول يكتم نزيف بين بمخدة، لكنه مش بيلحق ينقذه وبيفقد حياته. وبعدها واحد من العصابة بيفضل يستفز جي ار بالكلام، لكنه بيتجاهله تماما. وبيصنع لنفسه سلاح زي بتاع بين علشان يدافع عن نفسه لو حد منهم اتعرض له. وبيفضل يدرب نفسه علشان يقدر يصدهم لو ضايقوه زي ما كانوا بيعملوا مع بين. وفعلا توقعاته بتطلع صحيحة والعصابة بتطرده وبيكونوا على وشك انهم يهاجموه، لكن براندن بيظهر في اللحظة الأخيرة وبياخده بعيد وبينقذه منهم وبياخده للزنزانة بتاعته، وبيعرض عليه الحماية مقابل انه يساعده في الهروب من السجن اول ما يقضي ال6 شهور بتوعه ويطلع. وده لانه واخد حكم بالسجن لأكتر من 20 سنة. فبيشوف جي ار ان الموضوع فيه نسبة خطورة، وكمان بيسأله لو رفض يساعده هيعمل ايه. فبيقوله ان وقتها مش هيتدخل تاني بينه وبين العصابة وهيسيبه يتعامل هو معاهم، وكمان بيديله وقت يفكر في العرض بتاعه. وتاني يوم بتتعرض العصابة لجي ار وبياخدوه على حمام السجن وبيفضلوا يضربوه. وهنا براندن واصحابه بيتدخلوا بسرعة، فبيضربوا العصابة بقوة وبينقذوا جي ار منهم، وبيرموا واحد من العصابة من على سور السجن فبيفقد حياته. وبعد 6 شهور بيخرج جي ار من السجن وبيروح لسام مدير براندن اللي بعت له قبل كده. فبيديله رسالة مكتوبة من براندن بيقول له فيها يلعب جي ار جيم شطرنج علشان يتأكد ان هو اللي راح يقابله ومش حد تاني. ولما بيتأكد سام من هويته بيخلي واحد من رجالته اسمه جوش يديله شنطة، وبيكون جوش ابن اخو سام ويبقى واحد من رجالة عصابته في نفس الوقت. وبعدها بيكتب سام لجي ار ورقة بعنوان المكان اللي هيسكن فيه لحد ما ينفذوا الخطة اللي هيهربوا بيها براندن واصحابه من السجن. ولما بيروح جي ار للمكان وبيبقى لوحده بيفتح الشنطة اللي سام سابها له، فبيلاقي فيها هويات مزورة لبراندن ومعاها مسدس. وبعدها الباب بيخبط
ولما بيفتح بيلاقي قدامه بنت اسمها تاشا بتكون تبع سام، وبتديله كيس فيه موبايل وفلوس، وبيسألها جي ار على الخطة اللي ناويين عليها، فبتطلب منه انه يركز مع التليفون واللي هيكلمه هيقوله على كل حاجة في الخطة. وتاني يوم سام بيبعته لتاجر سلاح اسمه براون، وكله امل يجيب منه الاسلحة اللي هيستخدموها في المهمة، وبياخدوا براون لمخزن الاسلحة اللي عامله في البيت، فبيوريله الأسلحة اللي هيبيعها لهم، وبيعرفوا انه هيدربوا على استخدامها بشكل مجاني. وفعلا استمر في تدريبه لحد ما اتقن استخدامهم. وتاني يوم بيصحى جي ار على صوت الموبايل، وبيفضل يدور عليه وهو متوتر لحد ما بيلاقيه، ولما بيرد بيلاقي سام بيقول له يستعد لانهم هينفذوا الخطة بكرة. بعدها بيقفل السكة. تاني يوم بقى بيروح جي ار يحجز طيارة خاصة على انه هيستخدمها في رحلة له هو، ولما الطيار بيطلع بيه بيهدده بالمسدس اللي معاه، فبيأمره يغير اتجاه رحلته لمقر السجن اللي براندون واصحابه محتجزين فيه. في الوقت ده براندون واصحابه في السجن بيتعدوا على واحد من العساكر وبيصوبوا آلة حد على رقبته، وكمان بيهددوا زمايله من العساكر انهم هيخلصوا عليه لو ما وافقوش يفتحوا لهم الباب حالا، فبيضطروا انهم ينفذوا علشان يحافظوا على حياة زميلهم. وبيطلعوا من مبنى السجن وهم واخدين معاهم العسكري رهينة علشان محدش من الشرطة يتعرض لهم. وهنا بتوصل الطيارة اللي فيها جي ار، وبيفضل يضرب نار على العساكر لحد ما براندون بيطلع للطيارة، فبيضرب عليهم بداله. واول ما اصحابه بيركبوا بيقوموا متحركين في الحال، وبيركبوا العربية وبيتحركوا بيها، وبيسمعوا في جهاز الراديو بتاع العربية خبر هروبهم في نشرة الإذاعة، وبيتم الإعلان عن السبب اللي أدى لسجن كل واحد منهم. ومن ضمنهم مجرم اسمه ميرفين بيكون دخل السجن بعد ما اغتصب طالبة في مدرسة، وساعتها براندون بيتعصب لأنه ما كانش قايل لهم إن ده السبب الحقيقي لسجنه، وبيتعدى عليه وبيفضل يضربه بقوة، وبيقرر إنه يتخلى عنه، وبيفهمه إنه لو فكر يبلغ عنهم هيتحبس تاني، وبيسيبه لوحده وبيمشي مع الفريق بتاعه. فبيروحوا للفيلا بتاعت سام، وهناك سام بيقول لبراندون ان سعر الذهب دلوقتي بقى 3 اضعاف السعر اللي كان عليه قبل كده، فلازم يستغلوا الفرصة ويعمل عملية سطو على منجم ذهب بمساعدته هو ورجالته. لكن براندون بيرفض وبيطلب منه يستنى شوية لحد ما الوضع يهدأ، خاصة انه لسه هربان من السجن والبوليس بيدور عليه. وساعتها سام بيقول له ان حصتهم من المهمة دي هتكون 10 مليون دولار. وهنا براندون بيغير رأيه وبيقرر انه يشارك معاهم، وبالليل بيعملوا حفلة على شرف خروج براندون من السجن. وجي ار بيسيبهم وهم مشغولين في الاحتفال، وبيروح يقعد مع تاشا، وبتقول له تاشا انه مش لايق عليه يكون في فريق سام وبراندون، وبتكون مش عايزاه يدخل عالم الاجرام. وساعتها جوش بيشوفهم مع بعض وبيروح يبعد جي ار عنها، فبيرميه جوش في البسين وبيقف يتريق عليه مع اصحابه. وهنا تاشا بتلاحظ انه بيغرق وبتنزل تجيبه بسرعة، ولما بيخرج من المية بيتعدى عليه جوش. وهنا براندون بيتدخل وبيحوش بينهم بسرعة قبل ما حد فيهم يخلص على التاني، وبيخرج جي ار من الفيلا وهو متضايق، فبتروح تاشا وراه بالعربية وبتطلب منه يركب معاها، وبتاخده المطعم اسيوي وبيفضلوا يتكلموا مع بعض، وكل واحد فيهم بيحكي للتاني عن حياته. وبيظهر ان جي ار بيعاني من ذكريات سيئة مع اهله، وتاشا كمان بتكون مش مرتاحة في حياتها مع سام ونفسها تتحرر منه. وتاني يوم بيعرف براندون ان جي ار كان سهران مع تاشا، فبيزعقله وبيعرفه انه كده هيحط نفسه في مشكلة كبيرة مع سام، وبيأمره انه يركز في شغلهم وفي المهمة بتاعتهم ويتخلى عن مشاعره علشان يفضل محافظ على قوته. وبيبدأ يدربه على الطريقة اللي هيأدي بها المهمة. وتاني يوم بيرسم خطة محكمة ليهم كلهم وبيوزع الأدوار عليهم. وتاني يوم بيروح جي ار لتاشا وبيطلب منها تجهز كل حاجاتها علشان هيهربوا مع بعض أول ما المهمة تخلص، وبعدها بيجهز الفريق الأسلحة والمعدات اللي هيحتاجوها في الخطة بتاعتهم، وبيتحركوا للمنجم علشان يبدأوا المغامرة. وبيتسلل جي ار للمنجم عن طريق فتحات التهوية، وبيقتحم براندون وفريقه غرفة التحكم والمراقبة وبيعطلوا نظام المراقبة بالكامل. بعدها جي ار بيلبس قناع على شكل قرد وبينزل وسط عمال المنجم وبيصوب عليهم المسدس. وهنا بيوصل براندون والفريق اللي معاه، وبراندون بيجبر واحد من العمال انه يصب الذهب على هيئة سبايك، وجوش بيشوف واحد من العمال بيحاول يهرب فبيقوم ضربه بالنار. وبعد دقايق البوليس بيوصل للمكان، فبيلم الفريق سبايك الذهب بسرعة في الشنطة وبيستعدوا للهروب، وبيضربوا نار على رجال الشرطة وبيخلصوا على عدد منهم، وبيركبوا العربية اللي معاهم وبينطلقوا بسرعة. والشرطة بتطلع وراهم وبتحاصرهم من كل حتة، والشرطة بتسيب واحد من رجالته برصاصة. وبيحاول براندون يطمنه انه هيبقى كويس، لكنه بيفضل ينزف لحد ما بيفقد حياته. وبتتحرك عربية قدامهم من النفق،
علشان تقطع عليهم الطريق، فبيضرب براندون نار عليها وبيقلبها وبيعدوا من قدامها وبيدخلوا بعربيتهم في شاحنة كبيرة بتنقلهم لمكان سام. ولما بيوصلوا لهناك جوش بيشتكيله من اللي براندون عمله معاه، فبيزعق لبراندون علشان عور ابن اخوه، وبعدها بيشوف كمية الذهب اللي جابوها وبيقوله انه هياخدها معاه وهيقطعها لحتت صغيرة. وبيروح واحد من رجالة سام اسمه كين لبيت تاشا وبيطلب منها تعمل له فنجان قهوة. ولما بتدخل تاشا للمطبخ بيدخل كين للأوضة بتاعتها وبيشوف شنطتها اللي كانت بتجهزها علشان تهرب مع جي ار، فبيفهم انها بتخطط للهروب. فبيدخل للمطبخ بسرعة وبيرفع عليها الحزام وبيضربها وبيفهمها ان حياتها كلها هتفضل مع سام وان عمرها ما هتقدر تروح في اي مكان، لا هي ولا صاحبها جي ار. وساعتها تاشا بترمي مية مغلية على وشه فبيتهجم عليها وبيضربها بقوة اكبر، فبتضربه وبتحاول تهرب لكنه بيمسكها وبيلف سلك على رقبتها وبيحاول يخلص عليها، لكنها بتقدر تضربه وبتطلع تجري وبتبعت رسالة لجي ار بتعرفه فيها ان امرهم اتكشف وبتحذره من سام. وقتها بيكون جي ار مع براندون في العربية، ولما بيوصل براندون لمكان الفيلا بتاعته بيتفاجئ انها متحاصرة وبيظهر ان سام بلغ عنهم، فبيتصل بيه وبيسأله ليه عمل كده، لكن سام بيتهرب منه وبيقول له انه مش عارف مين اللي معاه على الخط. فبيقفل براندون معاه وبيرمي الموبايل من شباك العربية علشان محدش يقدر يوصل لهم. وبياخد جي ار للمقابر عند مقبرة مزيفة وبيحفروا عندها وبيطلع منها فلوس سام كان مخبيها هنا. وساعتها براندون بيقرر انه يسافر لميلبورن عند الراجل اللي سام بيحول الذهب عنده لفلوس، وبيبعت جي ار رسالة لساشا بيعرفها انه حجز لها تذكرة في قطر ميلبورن اللي هيتحرك الساعة 8 وبتسافر معاه هو وبراندون. وبيقعدوا مع بعض في شقة واحدة وبيسمعوا في النشرة خبر سرقتهم لمنجم الذهب بعد ما سام بلغ عنهم بالاسماء. وبراندون بيدي لتاشا ظرف فيه فلوس علشان توصلها لمرات صاحبه اللي فقد حياته في المهمة، لكن تاشا بترفض وبترميله الظرف وبتطلب منه يسلمه لها هو. وهنا براندون بيتعصب وبيقوم يضربها بالقلم، وجي ار مش بيقدر يتملك اعصابه وبيتهجم على براندون، فبراندون بيضربه وبيفضل يضغط على رقبته بقوة ومش عايزه يضيع مستقبله كله علشان شوية مشاعر رايحين للبنت الغلط. وبتسيبهم تاشا وبتنزل تشتري طلبات للبيت، وبياخد براندون مشروب من جي ار وبيفهموا انهم اول ما يخلصوا المهمة لازم يهربوا علشان رجالة سام هيراقبوهم في كل مكان. في الوقت ده تاشا بترجع وبتسمع براندون وهو بيحذر جي ار منها وبيقول لها انه بينصحه علشان ما يغلطش غلطته، لانه عارف كويس قوي ان الستات ملهمش اي امان. وبيحكي له ان البنت الوحيدة اللي حبها من قلبه خانته بعد 10 سنين من علاقتهم، وبيديله 2000 دولار يديهم لتاشا مقابل انها تبعد عنه. وقتها تاشا بتتجرح مشاعرها وبتطلع تجري من المكان وهي مصدومة، وجي ار بيسمعها وبيطلع يجري وراها وبيفهمها انه لازم يسمع كلام براندون لانهم محتاجين الفلوس اللي بيديها لهم. فبتعرفه ان براندون هو اللي بيستغله وبتأكد له انه ولا حاجة بالنسبة لبراندون وانه هيتخلص منه اول ما المهمة تخلص، وبتسيبه لوحده في الشارع وبتمشي. في الوقت ده بيكون براندون قاعد لوحده في البيت وبيوصل عنده واحد من رجالة سام اسمه واين وبيصوب مسدس عليه وبيعرفه ان سام عرض مكافأة كبيرة للي يقدر يخلص عليه. فبيعرض عليه براندون انه يشارك معاه مقابل انه يديله اضعاف المبلغ اللي سام عرضه مقابل حياته، وفعلا بيقدر انه يغريه وبيوافق. وبيقعد جي ار يفكر في كلام تاشا وبيكتشف ان عندها حق، فبيتصل بيها وبيعرفها انه مصدقها. وتاني يوم بيكون عيد ميلاد جي ار وبيصحى على صوت مسدس، ولما بيبص قدامه بيتفاجئ ببراندون فبيتوتر جدا وبيخاف من انه يكون كشف امره. وهنا براندون بيضحك وبيديله المسدس وبيظهر انه جايبهوله هديه بمناسبه عيد ميلاده، والموضوع بيعدي وبياخدوا وبيطلعوا على المكان اللي رجاله سام هيتقابلوا فيه بعد طبعا ما واين دلوا على المكان. وقتها واين بيدخل بعربيته في عربيات الرجاله وبيشتتهم عن المهمه اللي كانوا جايين ينفذوها، وبتدور حرب قويه في المكان بالمسدسات. وبراندون بيفضل ينادي على كين لحد ما بيظهر له وبيضربوا نار على بعض، وبراندون بيسيبه برصاصه وبيخلص عليه. وبراندون بيروح يسأل جوش عن مكان تسليم الذهب لكن بيلاقيه متصاب وفقد الوعي. فبيلاحظ جي ار مفتاح في ايده، بيكون واحد من الرجاله سلمه له قبل الحرب ما تبدا، وبياخدوا المفتاح منه وبيلاقي براندون انه لسه عايش، فبياخده علشان يعرف منه المكان اللي سام عاين فيه الذهب.
وبيفضل يضغط عليه هو ورجالته لكنه بيرفض يتكلم، فبيحطوه في التلاجة لحد ما درجة حرارة جسمه بتقل. ده حتى لما بيخرج من التلاجة بيرفض انه يتكلم. وقتها براندون بيصوب المسدس على راسه، وساعتها جوش بيضطر يقول له على المكان، وبيروح يفتح له هو وجي ار بالمفتاح اللي كان معاه في العربية، وفعلا بيلاقوا الذهب هناك وبيفرحوا جدا. وبراندون بيفهموا انهم لازم يسيبوا البلد بسرعة، لكن قبلها لازم يعملوا حاجة مهمة. فبياخده وبيروح لمكتب سام وبيصوب عليه المسدس، وهو مستغرب انه كان عايز يسلمه للشرطة بعد ما ساعده. فبيقول له سام ان الشغل هو اللي كان بينهم والشغل ما فيهوش عواطف، وصوب عليه المسدس وكان هيخلص عليه. وهنا براندون بيضربه بالنار وبيخلص عليه في الحال، وبياخدوا جي ار وبيطلعوا على المركب اللي هيهربوا فيها. وساعتها براندون بيصوب المسدس على جي ار وبيعرفوا ان رحلته معاه انتهت لحد كده، وكمان بيخيروا انه يخلص عليه او يشتري حياته مقابل نص سبيكة من الذهب اللي معاهم. فبيفهموا جي ار ان نصيبه في العملية يساوي اكتر من كده بكتير، وغير كده هو بيساومه اصلا على حاجة مش معاه دلوقتي. وهنا براندون بيروح يفتح الشنطة اللي فيها الذهب وبيتفاجئ انها فاضية، فبيتعصب جدا وبيصوب المسدس على جي ار. وقتها تاشا بتتصل بيه وبيرد براندون على تاشا وبتقول له انه كان عنده حق لما قال انه ما ينفعش يثق في بنت. وساعتها براندون بيتعصب وبيرمي جي ار في البحر وبينط معاه وبيفضل يضربه في المية لحد ما بيفقد الوعي. وتاشا بتكون مراقباهم من بعيد وبتقلق جدا على جي ار لانها عارفه انه مش بيعرف يعوم، وبيخاف براندون من انه يكون فقد حياته لانه من غيره مش هيعرف يوصل للذهب بتاعه. فبيطلعه من الميه وبيفضل يسعفه لحد ما بيفوق، وبيقول لجي ار انه هيتصل بيه في الوقت المناسب علشان يعرفه مكان نصيبه. وبيركب مركب لوحده وبيطلع على البر لتاشا، وبتفرح جدا لما بتشوفه وهو كويس، وبيقرروا انهم يتجوزوا ويقضوا حياتهم كلها مع بعض. وبراندون بيروح يسلم نفسه للشرطه وبياخد العقوبه اللي يستحقها. وبكده يكون انتهى فيلمنا. لو عجبك يا ريت تدعمنا بلايك وتكتب لنا رايك في التعليقات، وتكون مستعد بكل قوه لافلام جديده مميزه ومختلفه مش موجوده غير على قناتنا. او لو بتقترح فيلم معين وحابب نلخصه يا ريت تكتبه لنا. ويلا سلام.